قبل قيام القائم عليه السلام 5 علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. خروج السفياني وهو أهم الفتن قبل قيام القائم عليه السلام، وخروجه حتمي في بلاد الشام، ثم يدخل إلى العراق ويظهر في بداية ظهوره العدل حتى يتوهم الناس أنه عادل، ويكذب الجهال آل محمد عليه السلام. يكون اختلاف حكام العراق فيما بينهم وهلاكهم على يد جيوشه التي تأتي من بلاد الشام والتي تدخل العراق للقضاء على حاكم العراق. فالسفياني مجند من الغرب أو أمريكا حسب ما ورد في الروايات. وفي التوراة سفر دانيال: السفياني عميل للمملكة الحديدية أو أمريكا للقضاء على 3 عملاء سابقين لأمريكا في المنطقة، أحدهم حاكم العراق. ثم إن ما يبقى من أعوان ومرتزقة حاكم العراق تقضي عليه قوات الخراسان بقيادة شعيب بن صالح، والتي تدخل العراق لطرد قوات السفياني وتطهير العراق من الأراذل والمسوخ الشيطانية. والتسمية إما تعني أنه من ذرية أبو سفيان أو أنه يسير بسيرة آل أبي سفيان في محاربة الإسلام المحمدي الحقيقي. وقد تشير الروايات إلى عدة مصادق للسفياني، وما يهمنا الآن هو بيان مصداق الحركة السفيانية الواضح أمامنا اليوم. من كتب السنة ما رواه الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء أو يقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلهم. ويخرج رجل من أهل بيته في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمه، فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم، فلا ينجو منهم إلا المخبر عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ما رواه الحاكم أيضا عن ابن مسعود مرفوعا: أحذركم 7 فتن تكون بعدي، إلى أن يقول: وفتنة من بطن الشام وهي السفيان. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ما رواه الطبري في تفسيره عن حذيفة مرفوعا قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فوره ذلك حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة، حتى ينزل بأرض بابل، فيقتلون أكثر من 3000 ويبقرون بها أكثر من 100 امرأة، ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها، حتى إذا كان بالبيداء بعث الله جبريل فيقول: يا جبريل اذهب فأبدهم، فيضربها برجله ويخسف الله به. ومن كتب الشيعة عن طرق أهل البيت عليهم السلام في كمال الدين وتمام النعمة قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا رب ثأري ثأري ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. وفي مشارق أنوار اليقين من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام قال: فكيف إذا رأيتم صاحب الشام ينشر بالمناشير ويقطع بالمساطير
ثم لأذيقنه أليم العقاب، ألا فأبشروا فإلي يرد أمر الخلق غدا بأمر ربي. وهذا ما يفعله ذباحو القاعدة وداعش السفيانيين هذه الأيام، فهم يقتلون الناس بالسيف رغم توفر أحدث الأسلحة. وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي عن حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته. فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند، ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان. فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي، ثم يخرج بعد ذلك. كيف يكون المهدي ظاهرا قبل خروج السفياني وهو من علاماته؟ من هو هذا إذن المهدي المذكور في الرواية إن لم يكن هو الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام؟ هو المهدي الأول الذي يولد في آخر الزمان. وفي الحقيقة بين آل محمد عليه السلام أن هناك راية تمثلهم عند خروج السفياني، وأمرونا بالإجابة إليها. عن الصادق عليه السلام: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. يقولها 3 وهو من المحتوم. وفي الغيبة للشيخ الطوسي عن خلاد قال: سأل رجل جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: يا أبا عبد الله، إذا خرج السفياني فما حالنا؟ قال: إذا كان ذلك فإلينا. وفي الكافي عن سدير قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. إلى من نرحل؟ الراية التي تمثل آل محمد هي راية المهدي الأول اليماني عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وفعلا المهدي الأول اليماني أحمد الحسن عليه السلام حذر منهم قبل مدة طويلة، ودعا للالتفاف حول رايته وقال: أكرر دعوتي مرة أخرى وأوجهها للمسلمين في كل مكان، وبالخصوص في العراق، للالتفاف حول راية الحق المهدوية لمواجهة ذباحي القاعدة السفيانيين الذين تجمعوا في سوريا وبدعم من الحكومة الأمريكية وأذنابها، ويعتبرون العراق خطوتهم الثانية.